منذ فجر البشرية والإنسان يبحث عن السعادة كما يبحث العطشان عن قطرة ماء في صحراء قاحلة. ظنها البعض في المال فصاروا عبيدا للأرقام، ورآها آخرون في الجاه والسلطة فإذا بها سراب يتبدد عند أول ريح. لكن الحقيقة التي كثيرا ما نغفلها أن السعادة لا تشترى ولا توهب، بل تبنى على أساس من الرضا الداخلي والقبول العاقل للواقع والطمأنينة النابعة من القناعة. نعم، القناعة ليست فقط كنزا لا يفنى، بل هي نصف السعادة وربما أكثر. القناعة لا تعني الجمود أو الكسل، ولا هي دعوة إلى التوقف عن الطموح، بل هي ببساطة فن أن تعرف متى تقول هذا يكفيني دون أن تشعر بالنقص أو الإهانة. هي أن تنظر إلى ما تملك لا ما تفتقد، وأن تفرح بالنعم الصغيرة قبل أن تتمنى النعم الكبيرة. هي أن تقول لنفسك ما أملكه اليوم قد يكون حلم غيري، فلماذا أنظر بحسرة إلى ما ليس لي؟ في زمن التواصل الاجتماعي صار الناس يعرضون حياتهم على شكل معارض للسعادة، صور من المطاعم، السفريات، الهدايا، الإنجازات، فتبدأ تقارن حياتك بحياتهم وتظن أن الجميع سعداء وأنت الشقي الوحيد. لكن القناعة تمنحك درعا نفسيا تقول به أنا أعيش بما يرضيني لا بما يرضي الآخرين. الطمع كالوحش الذي لا يشبع، كلما أطعمته جاع أكثر. أما القناعة فهي كزهرة في حديقة قلبك، كلما سقيتها أزهرت سعادة ورضا. الطمع يجعلك ترى كل ما في يد غيرك أفضل، والقناعة تجعلك ترى ما في يدك أجمل. والامتنان أحد أقوى محفزات السعادة، فكلما شكرت زادت سعادتك وإن لم تزد النعم، لأنك ببساطة شعرت بها أكثر. القناعة هي أن تزرع بذور النجاح بنفس راضية، لا أن تقعد بجانب الأرض وتنتظر الزهور أن تنمو وحدها. يمكنك أن تكون طموحا وفي ذات الوقت قنوعا، لأن القناعة ليست نقيضا للطموح بل نقيض للطمع. موظف يحصل على راتب محدود لكنه يدير أموره بحكمة، يبتعد عن الديون، يستمتع بلحظاته البسيطة ويشكر الله كل أول شهر. وآخر يكسب ضعف ذلك لكنه لا يتوقف عن التذمر والشكوى والسخط. شخص يقدر شريك حياته رغم ما فيه من عيوب بسيطة ويرى فيه الونس والدعم فينعم بحياة مستقرة. وآخر يبحث عن الكمال الذي لا يأتي أبدا فيعيش تعيسا في علاقاته مهما تنوعت. واحد يسكن بيتا بسيطا لكنه مليء بالحب والسكينة، وآخر يسكن في قصر لكنه يشعر بالوحدة والفراغ. القناعة جعلت الأول يشعر وكأن بيته جنة. القناعة ليست فقط راحة بال، بل هي وصفة سحرية للصحة النفسية، تقلل من القلق والتوتر لأنك لا تجهد نفسك بالمقارنات ولا تلهث خلف ما لا تملكه. ترفع مستوى الرضا عن الحياة. الدراسات أثبتت أن من يشعرون بالرضا عن أنفسهم وأوضاعهم هم أكثر قدرة على التكيف والنجاة من الأزمات النفسية. تعزز مناعة الإنسان النفسية. القنوع أقل عرضة للاكتئاب والاحتراق النفسي لأنه لا يحمل نفسه أكثر مما تحتمل. الرسول رغم أنه خير من وطأت قدمه الأرض إلا أنه كان أزهد الناس. الإمام علي رضي الله عنه يقول القناعة مال لا ينفد. الحسن البصري كان يقول من لم يرضى بالقليل لم يرضى أبدا. هل سألت نفسك يوما لماذا بعض الناس يعيشون بالقليل لكن تشعر أن بركة الدنيا كلها معهم؟ السر في القناعة، لأن الله يرزق البركة للقنوع فيكفيه القليل ويغنيه به. البركة لا تأتي من الكثرة بل من الرضا. فكم من غني شقي وكم من فقير سعيد. ابدأ الآن، لا تنتظر أن تتغير الظروف. انظر حولك، احصر ما لديك وتخيل أن الحياة سلبتك إياه، ستعرف قيمته. ردد في داخلك أنا أملك أكثر مما كنت أظن، فقط كنت لا أرى. اجعل القناعة أسلوب حياة، لا مجرد لحظة مؤقتة بعد نكسة. دعها تكون نظارتك الجديدة التي ترى بها العالم. قناعتك ليست فقط نصف سعادتك بل مفتاحها وصمام.